المسلمين، واهد بنات المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بذلك سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج عن إخواننا في الأرض المحتلة. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وفرج عنهم ما هم فيه وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. فرج عن البلاد والعباد وأعد إلينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. ووفق رئيس الجمهورية بشار الأسد لما فيه خير الإسلام والمسلمين ولما فيه خير البلاد والعباد، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمنشئ هذا المكان ولكل فاعل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.